بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض زي ما احنا شايفين كده. ده كرنب. عايزه اقول لكم ان انا بحب الكرنب في كل حالاته، بحبه وهو اخضر كده ممكن اكله، وهو مسلوق وانا بقطعه ممكن العروق بتاعته لو مسكره كده كلها. محشي طبعا بحبه جدا، بس النهارده بقى قلت اعمله بطريقه مختلفه شويه، لان مش لازم عشان تاكلي كرنب ان انت تجيبيه وتعمليه محشي. تعالوا نشوف الطريقه اللي هنعملها مع بعض دلوقتي. هجيب قطعة او قطعتين بانيه وابدأ احط عليهم ملح وفلفل اسمر. احط طاسة على النار واحط فيها معلقة سمنة واسيبها لما تسخن قوي، وهم جايبة البانيه اللي انا تبلته بالملح والفلفل الاسمر اهو. طبعا هو مش بانيه لان البانيه بيبقى معمول له بقى بيض ودقيق وكلام من ده وفيجيتار، لكن ده بيبقى زي الستيك كده، بتتبليه بالملح والفلفل بس وتديله ايه، تسويه على النار كده على طول، تقلبيه على الجنبين كمان عشان ياخد اللون الاحمر. عبال بقى ما شرايح الفراخ تبدأ تستوي معايا في الطاسة كده بالراحة، هجيب بصلة واقطعها شرايح كبيرة مش لازم صغيرة. هجيب بقى بعد كده الخضرة كمان عشان اقطعها. عايزة اقول لكم الخضرة بقت غالية قوي، يعني ربطة الخضرة ما فيهاش غير كام عود، ويقولك الخمسة التلاتة ب5 جنيه. ربنا ان شاء الله يعدي الايام دي على خير. قطعها بقى ايه قطع صغيرة كده. تعالوا بقى نشوف ايه الطاسة بعد ما طلعنا شرايح الفراخ منها. هزود معلقة سمنة تاني وهحط البصل بقى هنا مكان ما حمرت الفراخ. ارفعها بس من على النار وارجعها تاني تهدى. حط البصل كده بقى ونقلبه، مش لازم يعني ايه يحمر او يدبل كده معاكي او ياخد اللون الذهبي. خلاص بقى البصله كده دبلت معايا كويس، هحط هنا بقى ايه، كوبايه عصير طماطم. وهضيف الملح، وبعدين فلفل اسمر، وبعدين معلقه كزبره كبيره ورشه زنجبيل، ونسيب بقى الطماطم تستوي كده على النار. هنجيب بقى الكرنب ونقطعه شرايح.
ونفس الكلام قطع الفراخ هنقطعها برضو شرايح. بعد ما الطماطم كده اتسبكت زي ما احنا شايفين، هنحط بقى ايه، شرايح الكرنب اللي احنا قطعناها. طبعا كمية الكرنب اللي احنا عاملينها دي يعني ده جزء من كرنبة. عايزة اقول كمان ان الكمية هتقل، لان الكرنب اول ما بيطرى ايه بيهبط على طول، ما بيبقاش هايش زي ما احنا شايفين كده او منفوش. كده خلاص، هو بياخدش وقت كتير على النار، 5 دقايق تقريبا بالظبط او اقل كمان. وبعدين دي شرايح الفراخ اللي انا عملتها قطعتها برضو. بعد ما الكرنب بقى خلاص كده دبل كله وطري جامد، تحس ان هو بقى مستوي، هتحط شرايح الفراخ اللي احنا ايه قطعناها، وبعدين هنحطها بعد كده في طبق التقديم. وبعد كده بقى هنجيب الخضرة اللي احنا قطعناها ونرشها كده على الوش للتزيين. عايزه يعني نفسي بصراحه الف الكاميرا واوريكم ولاد اخواتي واقفين معايا في المطبخ ازاي. ما شاء الله هم كلهم جم على الريحه. عايزه اقول لكم ريحه فعلا جميله قوي. الفكره كمان جديده وبسيطه، مش لازم ان انت تجيبي كرنب وتعملي محشي. احنا بنعمل محشي الكرنب علشان احنا بنحب الكرنب، فطبعا الكرنب ده ممكن تعمليه باي طريقه، ممكن تشويه، ممكن تشوحيه كده في معلقه زبده على فكره، وتحط عليه شويه زيت زيتون وترش عليه رشه ملح وكمون برضو وتاكليه. ليه طرق كتيره غير المحشي. انا كده وصلت معاكم لنهايه الحلقه. يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لها لايك وشير، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل جديد.